النادي الأهلي أعلن النهاردة عن بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق لكولومبوس كرو الأمريكي. والخبر بيقول إن النادي الأهلي وافق على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية. وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك. وكمان وسام ابو علي خضع للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد. طبعا كلنا عارفين الجدل الكبير اللي حصل حوالين صفقة وسام ابو علي، خصوصا النادي الاهلي اعلن اكتر من مرة تمسكه بوجود وسام ابو علي مع الفريق، لكن وسام عايز الجنسية الامريكاني وعايز ال5 مليون دولار اللي هياخدهم في كل سنة، يعني انت بتتكلم في 20 مليون دولار في العقد ال4 سنين. ده بالاضافه ان وسام ابو علي ما حدش كان يسمع عنه في طبق اليوم غير لما جه في النادي الاهلي، فاكيد الفلوس دي والاوفر ده هو اول مره يشوفه. ده غير طبعا حلمه بالجنسيه الامريكيه وان هو يعيش في امريكا، رغم ان هو فلسطيني ومنتخب بلاده ما كانش يسمع عنه حاجه لولا ان النادي الاهلي هو اللي طلب منهم ان هم يأيدوا وسام ابو علي. عموما خلينا نقول ان كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق لوسام ابو علي فيما هو قادم. واتمنى ان الجمهور ما يتعلقش بحد، لانها بقت مصالح وبزنس ومفيش حد يستاهل.